شكرا. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. احب اعرفك بنفسي. انا حنين صلاح، طالبه في قسم العلوم الجيولوجيه والبيولوجيه، تمام. وممبر في اسره الصف. اهلا وسهلا بيك. طبعا حضرتك غني عن التعريف، بس احنا حابين نعرف مين هو دكتور اكرم مصطفى. والله ببساطه انا اسمي دكتور اكرم مصطفى ابراهيم، مدرس في قسم العلوم البيولوجيه والجيولوجيه كليه التربيه جامعه اسكندريه. وليا الفخر ان انا خريج من القسم ده، وليا الفخر ان انا خريج من الكليه دي، وليا الفخر الاكتر ان انا خريج من جامعه اسكندريه نفسها. دخلت كليه التربيه بمجموع الحمد لله كان عالي في الثانويه العامه. تمام. كانت من الايام بقى اللي هي الثانويه اللي كان قبل منها كان في بقى ايه اللي هو يعني التحسين والمجاميع العاليه. احنا على ايامنا احنا طبعا انا مواليد الثمانينات. تمام. فطبعا ده يعني الجيل المتعارف عليه حتى في الميديا اللي هو يعني الجيل الذهبي الذي لا يعوض، يعني شاف كل المراحل، وانا بتكلم خاصه عن المراحل التعليميه يعني. فالحمد لله ربنا كرمني بمجموع كويس دخلت بيه كليه التربيه. تمام. كانت فتره الدراسه كلها بالنسبه لي انا ان الاربع سنين كنت واخدها جد، بجانب ان انا عشت برضو الحياه الجانبيه مع اصحابي، مع الاتحاد، مع الانشطه، مع الكلام ده كله. تمام. خلصنا مده الاربع سنين، تلمذنا على ايادي دكاتره يعني بسم الله ما شاء الله. عشان بس حتى يعني لو هنذكر اسماء مش هناخد وقت كبير يعني جدا يعني. وبعدين دكاترتنا الحمد لله هنا معروفين على مستوى القسم كله يعني، تلمذنا على ايديهم. خلصنا الفتره بتاعت التدريس لمده 4 سنين، ربنا كرمني الحمد لله وجبت مجموع كويس. تعينت في الكليه معيد. طبعا كان عندي فتره جيش خلصتها، عملت حفظ وظيفه ورجعت بعد كده على الكليه، ما ارتحناش. رحنا داخلين على الدراسات العليا. طبعا الدراسات العليا كان طالع قرارات اياميها ان الاقسام العلميه تبقى في كليه العلوم والاقسام الادبيه في كليه الاداب. خدنا هناك فتره اتعرفنا على تلمذنا على ايادي بقى دكاتره تانيين من كليه العلوم. ده شرف ليا عشان برضو ما انساش حد من هناك في القسم بتاعي. وخلصنا الماجستير وخلصنا الدكتوراه، وبدانا ان احنا ننزل على ارض الواقع بقى مع الطلبه في القاعات التدريسيه وفي المدرجات وما بينهم، وعايشين مع بعضنا الحياه الواقعيه كلها. دكتور اكرم، بمناسبه الثانويه العامه، في طلبه كتير بتفكر ان الثانويه العامه دي نقطه مصيريه في حياتهم، وان مستقبلهم كله متركز على النقطه دي. تمام. عايزه حضرتك تحكي لنا رحلتك من اول ما بدات ثانويه عامه لحد ما وصلت باب الكليه كانت عامله ازاي؟ والله بصي، هي رحله على المستوى الاسري المصري كله. اي اسره عندها فرد او فردين او اكتر من كده في الثانويه العامه، طبعا في الثقافه المصريه عندنا الثانويه العامه يبقى عندنا حاله طوارئ في البيت. تمام. لان فعلا دي الثقافه ديت احنا من زمان واحنا عايشينها. حته ان الطالب يطلع من المرحله الاعداديه يخش ثانويه عامه، مصيره اتحدد انك لازم تجيب مجموع كويس عشان تخش كليه كويسه وتذاكر كويس، ويبقى زي كده ايه، زي معسكر تام لمده ال3 سنين من سنه اولى، على فكره مش من ثانيه كمان، من اولى وثانيه وثالثه. الثانويه العامه على ايامينا كانت يعني انا واحد من الناس اللي كان بينجح، كان الفرحه مش بتعمه هو والبيت، والبيت بس، لا ده هو والبيت والاسره والحي اللي كان عايش فيه. يعني احنا لما كنا بننجح بالمجاميع العاليه الفتره دي كنا بنوزع بقى شربات بقى وصناديق بيبسي بتاعت زمان والحاجات دي كلها. وكنا عايشين احنا من ايام الاغاني اللي كانت بتنزل من الثانويه للكليه والمجموع قرب عالميه، كانت فرحه ما بعدها فرحه. البيت اللي كان فيه ثانويه عامه كان على فتره ال3 سنين، سنه اولى وثانيه وثالثه، بيبقى فعلا حاله طوارئ. الاسره سواء اب او ام او اخوات بتوفر الماديات، بتوفر الهدوء، بتوفر كافه السبل للطالب. ودوت انا شفته حتى كمان مع اسرتي، بعيدا عن ان انا راجل وبرده كنت بشوف شغلي زي الشباب، في ناس بتشتغل وفي ناس بتدرس. تمام. لكن انا مراحل الثانويه العامه كلها الحمد لله عشتها كلها بقلقها، بتوترها، بفرحها، بمجموعها، بفرحتي مع زمايلي. والحمد لله ربنا كرمني والجميع على ايامينا احنا يعني كانت عاليه. يعني حته انا واحد من الناس داخل كليه التربيه بمجموع 94 شويه، يعني 94 شويه دوت زمان يعني يعني تمام. في مجاميع عدد عن كده بكتير. لكن الثانويه العامه هي الاسره المصريه عارفه ان الثانويه العامه مفترق طرق، يا اما تخش وتنجح وتخش كليه وبتاع، يا اما خلاص ده هيبقى امر طبيعي بالنسبه لك. لكن الثانويه العامه في حد ذاتها لا، فعلا مرحله مصيريه. ودلوقتي طبعا بعد
القرارات الجديده والتوجيهات الجديده وبتاع. كل مرحله ليها يعني ظروفها، وكل مرحله بيبقى ليها متطلباتها. احنا على ايامينا كانت متطلباتنا كانت ثانويه عامه قديمه، بعد كده ثانويه عامه ابتدائي التحسين، بعد كده لغايه ما وصلنا للمراحل اللي جايه الجديده ديت، عشان هي ديت رح تبقى مقابله الواقع مع الطلبه. لكن احنا عشنا الثانويه العامه كلها بكل ظروفها، والحمد لله تخطيناها، والحمد لله ربنا كرمنا بين في المكان اللي احنا فيه ده. دكتور أكرم، يعني حضرتك ما شاء الله ربنا أنعم عليك بمجموع كبير، يعني حضرتك مجهودك وتوفيق ربنا أنعم عليك بمجموع كبير في الثانوية العامة، بس في ناس ربنا مش بيوفقها، يعني مش بيحصل توفيق، أو هم مثلا مش بيكونوا مجهزين نفسهم كويس لامتحانات الثانوية العامة. تمام. فبيجيبوا مجموعة قليلة، أو يعني 70% من الطلبة اللي دخلوا الكليات لو سألناهم أنت دخلت الكلية الفلانية دي ليه؟ هيقول لك التنسيق هو اللي جابني لحد هنا. فبيخشوا الكليه في اول سنه تبقى حاله من التوهان، والمكان ده مش مكاني، والزمان ده مش زماني. ده اكيد. فحضرتك اول سنه في الكليه كانت عامله ازاي، والاجواء حواليك كانت على فكره احنا مش غربه عن الطلبه، انا في يوم من الايام كنت طالب، تمام، يعني حتى مع زمايلي كانوا من الثانويه العامه وبتاع، وطبعا في المجمع النظري واي مجمع من كليه جامعه اسكندريه، سواء مجمع طب او مجمع هندسه، مجمع الشاطبي، مجمع زراعه، مجمع علوم، مجمع النظري عندنا، كل الطلبه اللي كانت بتبقى طالعه من الثانويه العامه بتقابل بعض، ولكن بتبقى في كليات مختلفه. انا بالنسبه لي كان الموضوع مختلف، حياه جديده، ناس جديده، تمام. في التوقيت دوت انا يعني قبل ما اقول انا عشتها ازاي، انا بقى بنصح كل شاب وشابه داخلين الحياه الجامعيه، رقم واحد تبقى عارف ايه اللي ليك واللي عليك. خلاص انت بقيت يعني زي ما بيقولوها كده ارقى مستوى تعليمي في البلد، ارقى طلبه في المحافظه او في البلد برضو. الطالب يحس بكينونته ان انا طالب جامعي موجود في حرم جامعي، بتعامل باخلاقيات، بتعامل بسلوكيات، بتعامل بحاجات كتير، سواء مع الدكاتره او مع زمايلي او مع الاداريين او حتى مع اداره الكليه، مع الامن، مع البوابات، الكلام ده كله. كل واحد دي بيبقى نموذج، عنوان لتربيته والاخلاق. انا في اول الحياه الجامعيه زي اي حد كنا بنستلم اللي هي كانت الترشيحات الحمراء ديت بتاعت زمان، جالي فيها مع كليه التربيه، اتفضل عشان تروح تشوف ملفك وبتاع والكلام دوت. قابلت كل اصحابي اللي كانوا معايا في ثانويه عامه، طبعا اللي موجود في هندسه، واللي موجود في زراعه، واللي موجود في سياحه، واللي موجود في تجاره، بس برضو عشان احنا لسه يعتبر مرتبطين مع بعضينا، بنخلص محاضراتنا وننزل نتلمع مع بعضينا في المجمع ونقعد وبتاع، لغايه ما الواحد بدا يكون صداقات جديده. اولى كليه بالنسبه لي كانت انا بقى مفترق طرق. ليه؟ طلعت لقيت قدام مني حياه جامعيه مفتوحه، التعليم بالنسبه لي مفتوح، وانت اللي بتختاري وليكي حريه الاختيار، هبقى هنا ولا هبقى هنا ولا هبقى هنا. يعني بعد حضرتك ما بتتشعبي جيتي كليه التربيه، انا بتكلم خاصه على الكليه عندنا احنا، يعني فيها اقسام كتير، علمي وادبي اساسي وطفوله وحاجات كتير قوي. جوه ما بتخشي الكليه برضو انت بتبداي تتشعبي في تخصصات. في التوقيت ده مع احترامي للشباب كلهم، انا جبت مجموع ودخلت الكليه، خلاص انا دخلت الكليه بريح بابا وبريح ماما، انا موجود في كليه وكده تمام. لا معلش، لازم يبقى عندك تارجت. الناس اللي بتطلع تشتغل دلوقتي، الشباب اللي بيطلع بيشتغل يقول لك انت هتحقق قد ايه؟ التارجت بتاعك قد ايه؟ هتعمل قد ايه؟ لا، انا يبقى عندي هدف. وده للاسف المفروض ان يعني سواء الاسره، البيت، الاسره، الصحاب، الدكاتره، المدرسين، لازم يبقى عندهم الجانب ده مع الطالب. الموضوع مش تلقين، الموضوع مش وان تيوب، الموضوع مش انا بقول وانت بتسمع، لا، انا بقول وانت بتسمعني، وانت بتقول وانا بسمعك. وعشان كده ده اللي بيقرب وجهات النظر ما بين المعلم او الدكتور مع الطالب بتاعه. بصراحه انا لما جيت دخلت الكليه حطيت لنفسي هدف، اكون او لا اكون. الحياه الجامعيه عجبتني من كله. الحياه المفتوحه، شباب مع بنات، باحترام، بادب، اخوه، زماله، منافسه في العلم. دي حاجات كتير قوي. كان عندي يعني زميلتي كانت دكتوره دلوقتي معانا بسم الله ما شاء الله، كان كل سنه بنتنافس مع بعضينا مين هيجيب مجموع اكبر في السنه، وده في حد ذاته بيديكي يعني هدف ان انا اكمل. لا، ده الحياه بقت جميله مع الاختلاط بقى، ومع الدكاتره، ومع المحاضرات وبتاع، وحتى مع زمايلك، مع الرحلات، مع الحفلات، مع اتحاد الطلبه، مع الاسر. كل دوت انا عشته. لما جيت عشته بكل حاجه فيه. ايام الامتحانات بيجي عليا وقت خلاص اربط، هم الشهر اللي قبل الامتحان اقعد معسكر، ده لازم. ولو ما عملتيش كده هتنجحي نجاح عادي. لا، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. خلاص انت احسنت العمل، اجتهدت، ذاكرت، عملت اللي عليك كويس، سالت مره واثنين وثلاثه، هتخش الامتحان وانت مطمن هتجيب المجموع عشان انت عايز تعمل ده.
دي كانت بالنسبه لي اولى كليه، حصدها في الاخر الحمد لله ربنا كرمني وطلعت الاول على القسم عندي، وكان ليا ترتيب على الكليه، ولقيت نفسي اكمل في المجال ده وحبه، والحمد لله الحياه بقت جميله في الحته ديت يعني. دكتور طب ليه حضرتك اخترت البيولوجي بالذات؟ حبه. لا البيولوجي ده في دمي من زمان، من ايام ما كنت في ابتدائي. مدرسين العلوم الساينس معلمين فيا، وخاصه المدرسين اللي بيرسموا، اللي عندهم ثقافه الرسم، المدرس اللي عنده ثقافه اللاب، عندي ثقافه المعمل. ما ينفعش اقول المعلومه من غير ما الطالب يشوفها، تشوفها بعينك، تشوفها بميكروسكوب، تشوفها بعينه، تشوفها. وبعيدا عن كل الكلام دوت، يعني العلم البيولوجي او العلم المختص بالكائنات او العلم المختص بالانسان، الحاجات اللي هي فيها الخلق او الكلام دوت، بيقربك اكتر بكتير من عظمه الخالق. يعني انا حاجات كتير ما كنتش ما اعرفهاش، عرفتها لما جيت درست الحاجات ديت. البيولوجي عندي بالنسبه لي متعه قبل ما يكون تدريس، وعشان كده الواحد لما يخش مع الطلبه انا بتمتع بيهم وهم بيتمتعوا بيا بصياغه المعلومه بشكل مبسط. اولا يقدر يستفيد منها واقعيا، لان انا بتارجت طلبه فيما بعد هيبقوا مدرسين، هيطلعوا يقولوا المعلومه، ولازم يبقى عنده سياق، ولازم يبقى عنده تنسيق في انه يقول المعلومه، عنده المرجعيه، عنده الدكتور شرحها له، عنده المرجعيه الموجوده في كتاب، يقدر انه يتعامل بيها ايه مع الطالب. يبدا يعمل هنا عنصر الاتراكتيف، لا المدرس ده محترف، المدرس ده بيقول المعلومه صح، المدرس ده حتى هو بيقول المعلومه بيجيبها بشكل مبسط، لان ثقافه الطالب في الشعب المصري على جميع المراحل قبل الامتحان انا عايز استاذي بيديني المعلومه افهمها، اخش الاقيها في الامتحان. خلاص انا قولا واحدا، خلاص احنا مش هنضحك على بعضينا، دي ثقافه عامه. تمام؟ يبقى انا وبعدين انا واحد من الناس لما باجي اخش اتكلم مع الطلبه في اول محاضره ما بتكلمش معاهم غير في الامتحان. ده اللي يهمني الطالب. جماعه الامتحان خلوه على جنب، تعالى نتعلم، تعالى ندرس، عشان انتوا ناس بتتعلم، مسيركم في يوم هتعلموا ناس تانيين. فانا الموضوع بالنسبه لي مش موضوع خدت سؤال، مش موضوع خدت اجابه، مش موضوع خدت فقره ذاكرتها كويس اخش اديها في الامتحان ومع السلامه باي باي احنا خدت شهاده التخرج خلاص. لا، انت هتشتغلي فيما بعد بالمعلومات دي، لازم يبقى عندك البنك بتاع المعلومات دوت اتقال لك صح، البنك بتاع المعلومات دوت اتفرد لك صح، عرفتي منه المراجع صح، خدتيها من واحد او من واحده او الدكتور او الدكتوره او مدرسه بالاسلوب الشيق، هتبقي انت مدرسه في حته ثانيه. وده اللي خلاني في الحته ديت، ان حته العلوم او البيولوجي انا ببقى حاببها جدا جدا جدا. ما دام انت بتحبي الحاجه هتدي فيها اكتر ما تتخيلي. دكتور اكرم، يعني حضرتك وصلت البوزيشن هايل يعني، وانا شايفه ما شاء الله دروع ورا وشهادات. أيوة. ممكن حضرتك تكلمنا عنها؟ والله هي الدروع والشهادات دي على مسيره، يعني مسيره من الزمن حصاد مع الطلبه. اولا انا احب اتكلم طبعا بعيدا عن تقدير الجامعه وتقدير الكليه وتقدير الاداره وتقدير القسم نفسه، تقدير الطالب ده في حته ثانيه. يعني انا عندي معظم، يعني عندي الدرع ده والدرع ده شكر كامل من شعبه او من دفعه خلصت دراسه، وقبل ما تخلص الدراسه حابه انها تعبر عن حبها، حابه تعبر عن امتنانها اللي قدام منها تعب، ساعدهم، وقف جنب منهم، مش جاست بس في العمليات التعليميه، لا ده في مشاكلهم، وان انا احل لهم مشاكلهم. باخد وقت معين عندنا في الجداول بتاعت القسم في حاجه اسمها ساعات مكتبيه للدكتور، ببقى موجود، الطلبه بتاعتي وقع في مشكله، في مساعده، بقف اتكلم معاها، بلاقي ده طلبه غريبه الحمد لله برد على التليفونات، ما عنديش اي حته انا اشوف رقم غريب الو عادي برد، الاقي طلبه دكتور عندي مشكله، دكتور عايز اخد رايك في حاجه، انتوا كلكم اخواتي الصغيرين، فاذا كنتش انا اقف جنب منكم في الاخر بقى في الحصاد بيحس بقى ان هو لا ده احنا عايزين نعبر لحضرتك عن شكر لحضرتك. هتلاقي ان الدرع دوت من شعبه رابعه بيولوجي، الدرع ده برده من شعبه رابعه بيولوجي انجليزي، شعبه من اساسي. طبعا دي شهادات تقدير من الكليه، من الاشتراكات ببعض الايفنتات وبمشاركه الاسر والاتحاد ومشاركه كل الطلبه على قلب رجل واحد يعني. والحمد لله ده فضل من عند ربنا. الاداره هنا بتبقى بتتبنى الناس اللي بتبقى قريبه من الطلبه، اللي بتحل مشاكلهم، وخاصه المشاكل اللي بتواجههم اذ مفاجاه بقى ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيخلي بنطبطب عليهم، مصلحتكم احنا بنبقى خايفين عليها اكتر من اي حد تاني. انا واحد من الناس ببقى زعلان لما الاقي طالب ممكن يكون مستهتر مش عايز يحضر محاضره ومش عارف ايه، لا بجيبه واشوف ايه المشكله اللي عنده، ويبدا يدي التزام اكتر من التزام الطالب الملتزم اساسا. نهاية بحب اشكر طبعا الاستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعه اسكندريه، كرم من المنسقين في الدكاتره في الكليات كلها على المشاركات في الايفنتات. احب اشكر برضو من مكاني هنا الاستاذ الدكتور محمد انور عميد الكليه، يعني احتضننا فتره كبيره وفتح لنا بابه،
حل مشاكل كتير، نقل الكليه نقله كبيره بصراحه ربنا بالشباب وبالكبار، وعمل دمج ما بين الاثنين وطلع منتج جميل وهايل لغايه النهارده بنجني ثماره. احب اشكر طبعا الدكتور حسن عابدين برضو عميد الكليه، الراجل برضو يعني فاتح بابه وقريب جدا برضو من الطلبه، ونفس التوليفه ونفس الجو الحلو الاسري اللي ما بين الناس وبعضيها. الوكلاء في الكليه كلهم عندهم نفس القصه، سواء الدكتور سالم الدكتوره السيده، ما بحبش اذكر اسماء بعينها، بس احنا قريبين من الناس دي وشايفينهم بيعملوا ايه مع الطلبه سواء الاندر جراديوت او الدراسات العليا. في الاخر خالص بتبقى هي دي نتيجه اللي انت بتعمليه، مش مستنيه من طالب تقولي له مش مستنيه منه حاطط كلمه شكر، انت بتبقى قاعده في مكتبك بتفاجئي او بتتفاجئي داخلين عليكي اللي شايل ورد اللي شايل درع. كلمه ده في حد ذاته بقى هو ده المكسب الوحيد اللي انا بحبه بصراحه. ما بقولش لحد انا عايز حاجه، ما بقولش لحد يقول لي كلمه شكر، جاست بس انا حليت لك مشكله، وصلت لك معلومه، سهلت عليك حاجه، ربنا سبحانه وتعالى بيكافئني بالرضا وبيكافئني بحب الناس، ودي فضل من عند ربنا، من عند ربنا بس مش من عند اي حد تاني يعني. فدي نتيجه المعامله السويه اللي مع الطلبه، بتبقى دوت النتيجه بتاعتها بس. دكتور اكرم كلمني عن اكتر دفعه قريبه لقلبك بما انك بقالك كذا سنه بتدرس. لا ده كان في كذا دفعه كانت قريبه من قلبي. اولا الدفعه الاقرب لقلبي هي دفعتي، يعني انا طبعا عندي تعصب جدا لدفعتي، تمام. دفعه 2001 تمام، دي فيها كل زمايلي وكل حاجه، شفنا فيها كل حاجه مع بعضينا، تمام. عندي تعصب جدا 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 لقسمي، انا عاشق لقسم البيولوجي، وحابب دايما انه يتنقل في اماكن ثانيه ويبقى شكله حلو ويبقى مكان كده، يعني الكليه كلها والجامعه كلها بتفخر بيني في كليه التربيه في قسم بيولوجي، زي ما موجود في كتر العلوم، زي ما موجود في زراعه، زي ما موجود في الاماكن دي كده، ان احنا بقى فخورين بشغلنا وفخورين مع الطلبه. في دفعات بتيجي تعلم معاكي بقى، انت ذات نفسك بتتوسمي فيهم شطاره، بتتوسمي فيهم الحب ما بين بعض، وده بيبقى فيه كتير قوي مفتقدينه، انا الاول، انا لا، احنا كل دفعه بنساعد بعضينا جدا جدا جدا. يعني بدون ذكر اسماء، في مستر اسمه مستر محمد كمال، ده دفعتي، اللي هو بيدي الاحياء في الثانويه العامه، ده دفعتي. مستر محمد كمال ده كان بيساعدنا كلنا كنا بنساعد بعضينا، تمام. رغم عشان كده تلاقي برضو بعيدا عن ذكر اسماء ثانيه، احنا كنا بنحب بعض. اللي كان بيغيب، ما ايامها ما كانش لسه في تليفونات والموبايلات، وهي لسه طلعت حديثه، اللي بيغيب كانوا بيروحوا له بيت ويسال عليه، بيدوا له المحاضرات بتاعتك، المحاضرات دي ناقصاك النهارده خدها. دي دفعتي. الدفعات اللي فيما بعد اللي جت ورا مننا، بعيدا عن ذكر اسماء، لا الدفعات علمت في القسم، مش بعدين القسم احنا عندنا هنا متقسم 3 شعب، شعبة علم الحيوان الزوولوجي، شعبة علم النبات البوتاني، شعبة الجيولوجيا، تمام. احيانا بتلاقي ان دكاتره ال3 شعب عندها اجماع ان الشعبه دي لا علمت معانا، الشعبه دي حلوه، الشعبه دي ملتزمه، الشعبه دي طلع منها اوائل، الشعبه دي تخرج منها طلبه محترمين، الشعبه دي تعين من عندنا فيها معيدين. يعني في شعب كتير بصراحه ربنا في قسم البايو، وفي شعب اساسي برضو مع الاعداد الكبيره، بس بتلاقي شعبه معينه انت بتبقي داخله المحاضره مبسوطه وانت شغاله معاها. شعبتي طبعا الدفعه بتاعت طبعا المتعصب الدفعه بتاعتي 2001، شفت معاها كل حاجه حلوه، تمام. من 3-4 سنين برضو شعبه من شعبه بيولوجي، تمام. كان مندوب بتاعهم او المسؤول عن الشعبه كان اسمه محمد جمال، ده من طلبه ونور تقريبا، بعض الاسماء دفع فيها برضو بعض الاسماء اللي كانت بتسمع معانا يعني، تمام. طلبه ملتزمين، طلبه يعني اللي لقيت في اخر انا بحبهم بدون اي حاجه، لقيت في اخر السيزون جايبين لي درع، بنشكرك يا دكتور اكرم على كل حاجه انت عملتها معانا. انا ما ببقاش مصدق نفسي، وبعدين كل حاجه بتبقى جايه مفاجاه، ما بتبقاش مترتبه، والمفاجاه بيبقى طعمها حلو جدا بقى. فلا في بعض الدفع بتاثر علينا لدرجه ان احنا في التواصل بتاعنا على الميديا بنبقى عاملين جروبات وبتاع، بنكلمهم ونقول لهم انتم وحشانا، بنكلمهم ونقول لهم تعالوا عدوا علينا، قولوا لنا انتوا عملتوا ايه بعد ما دخلتوا الحياه الواقعيه ونزلتوا المدارس وجربتوا تبقوا مدرسين بعد ما كنتوا طلبه، واحكوا لنا على خبراتكم واحكوا لزمايلكم على الخبرات دي. ففي تواصل ما بيننا وبين بعضينا، لان في ما بيننا في حاجه اسمها وحب وتقدير، الثلاثه دول ود وحب وتقدير، وعمله نادره في التوقيت دوت ما بتلاقيهاش غير مع يعني قليلين جدا. ويا رب تبقى الموضوع دوت يعم على الكل والله العظيم. بس تمام. دكتور حضرتك كنت خير داعم للطلبه بتوعك، وقدمت لهم دعم سواء في الحياه العلميه او في حياتهم الخاصه ومشاكلهم، مين كان بيقدم لحضرتك الدعم؟ والله بصي هقول لحضرتك على حاجه بعيدا عن برضه ذكر اسماء، هو رقم واحد ربنا سبحانه وتعالى، تمام. ربنا فعلا لو بيحبك هيحبب فيك خلق،
دي معادله منهيه خلاص، وربنا عشان عارف اللي انت بتعمليه وان بتعملي اللي عليكي واكتر من اللي عليكي، وربنا بيخلي لك انك تكوني سبب انك تحلي مشكله حد، سبب انك تساعدي حد، سبب انك تاخدي ايد حد. وانا الحته دي انا السنه بقى متربي عليها، يعني والدتي الله يرحمها من الناس الداعمين جدا ليا، اخواتي، العيله، طبعا يعني مراتي برضو دكتوره برضو في معهد البحوث في نفس الكارير، تمام، فبرضو نفس القصه، بتوفر من وقتها وبتوفر من مجهودها ليا عشان خاطر زوجها وعشان خاطر اولادها. دكاتره القسم هنا عندنا احتضنونا كتير. انا عندي انا موجود في اوضه لمكتب الدكتور كمال الشرقاوي الله يرحمه، ده ابويا الروحي اللي اتعلمت منه يعني ايه دكتور جامعه، اللي اتعلمت منه يعني ايه اداره، اللي اتعلمت منه يعني ايه تدريس، اتعلمت منه يعني ايه اخلاقيات. دكاتره كتيره بدون ذكر اسماء عندنا هنا كلهم قدوه لينا، علمونا كل حاجه حلوه بصراحه ربنا. ولكن بقى عشان بس ما ننساش اسماء معينه كانت في مراحل حياتك كده، بعض الناس اللي كانوا بيقفوا جنب مننا الداعمين، الاداره كلها بصراحه ربنا ماسكين الشباب وماسكين الناس اللي هي لسه طالعه، بيقفوا جنبهم وبيساعدوهم وبيدوهم السند، وما كناش هنبقى موجودين هنا لولا سند ربنا سبحانه وتعالى وسط الناس اللي ورانا ديت. دكتور اكرم، بما ان حضرتك نائب رئيس اسره الصفوه، ليه اسره الصفوه بالذات؟ والله هي اسم على مسمى، يعني سواء الجامعه او الكليه، طبعا النشاط الاسر دوت موجود على مستوى الجامعه من زمان يعني، تمام. اسره الصفوه يعني مش عايز ابقى برضه متعصب، لان انا عشان انا نائب في الاسره ديت، ولكن سبحان الله يعني حتى الاختيار، انتوا يعني ناس من اسره الصفوه موجوده، انتوا حاسين بكيانكم جوه الاسره، فاهم قصدي ايه؟ انا سبحان الله يعني حتى لما بنيجي نعلن على الاسره في بدايتها، سواء انتوا لما بتيجوا بتستقبلوا الطلبه في اول الترم، تمام؟ سبحان الله الطلبه هم الصفوه الحلوين الجمال الاخلاق اللي بيساعدوا زمايلهم، بيبداوا يخشوا على الاسره على طول. في اسر كتير موجوده وما تتخيرش عنكم، عندنا مثلا مستقبل القاده بالعربي احلى، عندنا اسر الجنه، عندنا اسر كتير جدا، تمام، والحمد لله دكاترتها وطلبتها يعني كلهم قدوه لينا يعني، تمام. بس اسره الصفوه بصراحه يعني متاسسه على الحب، متاسسه على ان الطالب هو اللي عايز، انا ما بامرهوش، هو اللي بيجي بيقول انا عايز، اقول له حاضر. ده المريح في الاسره. طبعا اسره الصفوه مش موجوده بس في كليه التربيه، دي موجوده في كل الكليات على مستوى الجامعه كلها، ليها باع كبير في الانشطه وفي الايفنتات، تمام. كل اللي بيخش اسره الصفوه بيبقى داخل برغبته، مش عايز يطلع منها غير لما يتخرج ويقول ان انا دخلت اسره الصفوه بس. الشخصيه اللي بتمثل القدوه لدكتور اكرم مصطفى مين هي؟ لا كتير يعني كقدوه كتير، سواء في حياه طبيعيه او حياه علميه او في الشغل. على فكره ممكن طالب بالنسبه لي يبقى قدوه، يعني انا جاء عليا في وقت لقيت طالب معين بدون ذكر اسماء برضو، تمام، بيساعد صحابه، بيقرب وجهات النظر ما بينه وما بين الدكاتره، بيعمل كل حاجه حلوه عشان خاطرهم. انا اتعلمت منه من شاب صغير في سنه، في التوقيت اللي ممكن الشاب عايز يريح نفسه، لا ده قدوه، بياخد منه الحاجه الحلوه. دكاترتنا هنا كتير طبعا، الله يرحمه الدكتور كمال الشرقاوي، ده استاذي يعني دايما فاكره ما بنساهوش. دكاترتنا كتير هنا بدون برضو ذكر اسماء، مش عايز انسى حد عشان ما يقولوش يعني مثلا الدكتور اكرم بفتكر ناس معينه، لكن بفتكر الناس اللي بتعلم معايا يعني كدكتور، مثل الدكتور عبد الله الدكتور عماد، دكاتره كتيره برضو، الدكتور محمد سودان، ده طبعا. وبعدين كل طلبه البيولوجي هنا يعني عارفينهم، طبعا، تمام. كل دول اتلمذنا على ايديهم، اتلمذنا على ايد ناس كتير قوي في كليه العلوم، دكتور امين العيسوي، دكتور اسماعيل صبري، دكتور حسين خميس، الدكتوره يعني الدكتوره نعمه، الدكتوره هبه عبده، يعني زمايلي هناك ده في كليه العلوم بقى، وشفنا اقسام كتير هناك وتعلمنا. كل واحد من دول كان بيعلم في حياتي في حته معينه بيتاخد فيها في التوقيت دوت، بيبقى قدوه بالنسبه لي، بنقل رسالته عن طريق للطلبه بس. دكتور أكرم، هنختم برسالة توجهها لطلاب كلية التربية بشكل خاص وطلاب الجامعات بشكل عام. أولا بالنسبة للرسالة اللي بوجهها لكل الطلبة اللي داخلين مقبلين كمان على الحياة الجامعية وللطلاب بشكل عام في أي مراحل من مراحل التدريسية، حدد رقم 1 هدف، أنت عايز إيه؟ حددت الهدف هتوصل له بسرعه. لكن انت داخل مش عارف انا دخلت الكليه دي ليه، مجموعي جابها، بابا وماما هم اللي عايزيني انا ابقى موجود في الكليه ديت،
هريحهم واجيب لهم شهاده بكالوريوس او شهاده ليسانس بعد 4 سنين وابقى طالب جامعي. انت فين ذاتك؟ فين هتحققها فين؟ لا، ابقى عارف ليا هدف احققه، امشي ورا منه، اشوف مين اللي يساعدني في الهدف دوت وان انا احققه. في الاخر خالص التارجت بتاعك هيتحقق وهتبقى موجود حاجه. ما تقولش انا دخلت كليه مش مستوايا مش تفكيري، لا 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 لا، الكلام دوت مش موجود. خش واصطدم بالواقع وحدد هدف ليك ان شاء الله باذن الله هتحققه. بالنسبه لكل المراحل التعليميه من اول بلي وجونيور وكيجي واعدادي ميدل الثانويه العامه وكمان اللي لسه بيتكلموا فيها في النظام الجديد، تمام، والحياه الجامعيه، كل ده اول حاجه تراعي ربنا سبحانه وتعالى في نفسك الاول، تعرف انت عايز ايه، تعمل اللي عليك. لان في ناس كتير قوي 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 ما بتعملش اللي عليها. انا عايز اخش هذاكر كلمتين وخلاص وانجح، ربنا يوفقني بقى، حد يقول لي المعلومه مش عارف ايه، او لا، تعمل اللي عليك، تنسق وقتك، تدير وقتك كويس، وخاصه قبل الامتحان. هتلاقي نفسك فيما بعد النتيجه معاك فرقت، وهتلاقي نفسك اتغيرت وحققت التارجت بتاعك، ويبقى الكل فرحان. انت فرحان بنجاحك واحنا فرحانين بنجاحك لانه في وشنا كدكاتره جامعه او مدرسين، واهلك فرحانين بنجاحك لان بعد العناء ده كله في الاخر خالص عملت اللي هم كانوا نفسهم يحققوه، وعملت اللي هم كانوا نفسهم يشوفوه، انهم يلاقوك انسان ناجح قدامهم. دكتور اكرم اتشرفت بحضرتك. انا اللي اتشرفت بيكم كلكم، وشكرا ليكم، ومش عارف اقول لكم ايه. واتمنى من الله عز وجل دايما كده الشباب الحلوه انتوا بقى اللي فيما بعد تبقوا مكاننا، وانتوا اللي قدوه، واحنا بقى اللي نعمل معاكم بقى اللقاءات ونعرف اهدافكم من الحياه ووصلتوا لايه ان شاء الله. شكرا جدا. انا فرحان جدا باللقاء ده جدا، وكنت نفسي اعمله من زمان، وكويس اني عملته معاكم بصراحه. شكرا جدا.